عربيته اتخبطت مثلا لا قدر الله وهو اتحسد. يعني الحسد مذكور في القرآن. يعني ايه كلمه مذكور في القرآن؟ الزنا مذكور في القرآن، موجود كيفما وجد. يعني ستنا مريم وجدت في القرآن، وامرأة العزيز وجدت في القرآن. هل الاصطفاء اللي حصل لمريم زي الاصطفاء لا طبعا اللي حصل لامرأة العزيز؟ الحسد ذكر في 3 مواقف. اول موقف ربنا بيقول ايه؟ ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضل. هل الايه اللي بعدها فلما حسدوهم ذهب فضل الله عنهم؟ ده معلومه جمله خبريه. هو ربنا بيقول لك ان في ناس هيحسدوا ناس بس خلاص وخلص الموضوع على كده. طب نيجي للموضوع الثاني، ود الذين كفروا من اهل الكتاب، في ناس كفروا من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم. هو بيقول لك ان في ناس انتوا لما امنتوا بالنبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام، في ناس من اهل الكتاب مش عاجبهم اللي بيحصل ده، وبيتمنوا وبيقطعوا نفسهم ان هم يرجعوكم ايه؟ كفار تاني حسدا من عند ايه؟ من عند انفسهم. هل بقى الايه اللي بعدها فكفروا بعدما حسدوهم؟ لا. دي جمله خبريه. اخر موضع للحسد قل اعوذ برب الفلق شر ما خلق الى ومن شر حاسد اذا حسد. من شر حاسد ولا محسود؟ لا حاسد. يعني الشر عند مين؟ عند الحاسد. وشر القتل عند مين؟ عند القاتل. وشر الزنا عند مين؟ عند الزاني. ده كده ربنا بيحذرنا كلنا وبيقول لنا بعد اذنكم خدوا بالكم وما تبقوش عندكم غل او حقد او بتتمنوا زوال نعمه من عند انسان، عشان ده فعل وحش قوي. فالحسد محفز للنفوس الضعيفه المريضه، فربنا بيقول لهم خدوا بالكم. هو دلوقتي الشخص الحاسد ده هو ربنا من شر حاسد اذا حسد. لو الحسد تحول لفعل، هنا بقى هتخش القوانين الارضيه تخلص فيه. انا شفت معاك عربيه حلوه، وليه كده؟ ده مين الغل ده هيقع على مين؟ عليها هي، صح؟ لو قامت لا قدر الله خربشتها، لا هنا بقى موضوع مجتمعي تاني خالص. هل انا النهارده لما اظن ان ربنا مش هيحميني من قدره عين او من قدره كذا او من قدره كذا، ده ظن حسن في الله ولا ظن سيء؟ لا ظن سيء. يوحى ربنا قايل لنا ايه؟ الظنين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء. ربنا عزيز وقوي وكبير طبعا، ومش هيدافع عن نفسه. مش انت ظنيت فيها سوء؟ اشرب بقى. يعني هو يبتليك ويفضل يحصل لك لحد ما تيجي تفوق كده وتقول له يا رب احميني، يقول لك تعالى. الحسد ظلام، والظلام مش شيء. الظلام بيظهر امتى؟ لما يغيب النور. فالحسد اول ما يظهر نور الاله مش موجود. هو امتى تداري على شمعتك وانت لسه شغال فيها؟ بعد ما الشمعه تنور بنعمه ربك فحدث. قول لهم يا جماعه ده ربنا هو اللي غناني، ده ربنا هو اللي جاب لي العربيه، ده هو اللي جاب لي الشركه. فهنا انت عملت ايه؟ هنا انت نصرت ربنا سبحانه وتعالى.